السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نحضر فطارنا مع بعض كالعادة، ربنا ما يقطع علينا عادة يا رب. اغسل الرز بتاعي وهنقعه شوية. بعد كده هغسل الخضار. نغسل الخضار كويس جدا، بنضفه وبغسله وبنقعه في مية وخل. الخل بيشيل منه اي حاجة. لازم تغسلي الخضار كويس جدا. كده خلصته، نضفته كله الحمد لله، وهنقعه شوية بقى بالمية والخل. اللي لسه ما عملتش اشتراك يعمل اشتراك، لسه ما ضغطتش لايك يضغط لايك. لايك واشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد ان شاء الله. يلا يا حبايبي شجعوني، اللايك والاشتراك بتاعكم بيشجعني. هنا هاخد نص الرز بتاعي احمره. هعمل رز النهارده، رز حبايه وحبايه. يعني هحمر شويه رز والشويه التانيين هسيبهم زي ما هم، هحطهم وهم يعني على لونهم الابيض زي ما هو. الرز هنا معايا بدأ يصفر. بعد كده نزلت عليه بالباقي الرز، وهحط له المية بتاعته والملح واسيبه بقى لحد ما يستوي. احنا النهارده هنفطر سمك مشوي. يعني عملت السلطة، غسلت الخضار، عملت الرز، والسمك بيجيلي مشوي ومتملح. ما بعملش فيه اي حاجة خالص، يعني بيجيلي جاهز. انا دلوقتي بجهز حاجة السلطة. غسلت الطماطم والخيار والفلفل والجزر والبصل الاخضر بقطعه عادي على السلطة، وفصين توم، خيار وفلفل وجزر وطماطم وفصين توم وبصل وجرجير. ولو عندك خضرة شبت وكزبرة عادي بتحطي على السلطة تحطي عليها أي حاجة، بيبقى طبق سلطة ملوش حل، تحفة. هنا خلصت غسلت الجرجير خلاص. هعمل السلطة والرز بتاعي خلص. عملت السلطة، غسلت الخضار، السمك وصل. هرصه في الأطباق، نغرف الرز، يبقى فطرنا الحمد لله خلص. مفيش أسرع من كده تحضير فطار، رز وسلطة وخضار وسمك، مفيش أسرع من كده. وأحلى أكل تاكليه وانت صايم السمك المشوي وأكلة العيش. بحب الأكلتين دول جدا جدا في الصيام. بحب أكل أكلة عيش أوي وأنا صايمة، وأحب السمك المشوي. هنا ده شكل الأكل بعد ما خلصناه. بعد ما فطرنا بقى لازم بعد السمك لازم ننظف المطبخ قبل أي حاجة. تخلصي كده فطارك وتقومي على طول وانت كلك نشاط تروقي المطبخ بتاعك. نغسل المواعين بتاعتنا، نستغفر ربنا ونصلي على النبي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم لا واتوب اليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. طول ما انت واقفه بتغسلي كده استغفري ربنا وصلي على النبي. اذكري الله دايما، خلي ذكر الله دايما على لسانك. ربنا ييسر لك امورك ويصلح لك شأنك يا رب. كل الامور تمام باذن الله، ربنا ييسر لنا الاحوال. هنا هخلص غسيل مواعيني كلها. بعد السمك لازم اقوم اروق مطبخي على طول، ما ينفعش اسيبه عشان ريحة الزفارة وبتاع بتبقى ريحة مش حلوة خالص في البيت. كده خلاص هنخلص كل مواعيننا. وبعدين نغسل البوتاجاز ونغسل الحوض ونرش المعطر بتاعنا وتبقى الدنيا زي الفل. خليتي الدنيا بتاعتك فلة كده، بقى كده قاعدة مرتاحة. اما المطبخ بتاعك بيبقى نظيف بتبقي قاعدة مرتاحة ونفسيتك زي الفل. كده بتحسي ان مفيش وراكي اي حاجة، مرتاحة والدنيا رايقة وجميلة في المطبخ. هنا اغسل كل مواعيني خلاص خلصتهم.
المواعين بتاعتي ما بتبقاش كتير، لان انا طول ما انا واقفه في المطبخ بغسل اي حاجه في الحوض طول ما انا موجوده في المطبخ. دول كلهم من بعد الفطار. خلص كل حاجه. استغفر الله العظيم يا رب. خلي كل الدنيا كده وراكي تمام. ربنا يعين كل واحد على حاله ان شاء الله. لايك واشتراك. وصلت لحد هنا ولسه ما عملتيش اشتراك، اضغطي اشتراك. كومنت حلو منك ليه، دعوة حلوة من قلوبكم ليه. لكم بالمثل ان شاء الله. ربنا يوفقكم جميعا. كل سنة وانتم طيبين. انا خلصتهم خلاص. شطف ونرص كله على طول. بعد كده هنغسل البوتاجاز بتاعنا ونبقى خلصنا كل اللي ورانا الحمد لله. ربنا يهدي اولادنا جميعا. ادعوا لي ربنا يهدي لي اولادي ويهدي لكم اولادكم. كده خلاص بغسل الحوض بتاعي بعد الغسيل. نغسل الرخامة ونغسل كل حاجة حوالينا. كل حاجة حواليكي بتروقيها وبتنضفيها وبتقعدي بقى بعد كده ميبقاش وراكي أي حاجة. دي الراحة النفسية اللي انت عايزاها، ان ما يبقاش وراكي. أنا كمان كنت بغسل كمان في اليوم ده، يعني كانت الغسالة شغالة وكنت بغسل تروق المطبخ. لما الغسالة تخلص أنشر الهدوم وكده أبقى خلصت اللي ورايا الحمد لله. هنا هغسل البوتاجاز. حطيت شوية سائل، ما بحطش عليه أي منظفات، أنا بحطش إلا السائل بس. لو غسلت البوتاجاز يوم ويوم بتلاقيكي في غسيله مرتاحة جدا أحسن ما تراكمي عليه كتير وبيبقى غسيله متعب. لكن هو يوم ويوم بتلاقيه نضيفه زي الفل معاكي. أو ما شاء الله مش ايدي بقى عليه بس هنا من يوم ما كنت عاملة المحشي أنا ما غسلتوش بعدها. غسلته بقى بعد السمك. ربنا يسعد قلوبكم يا رب ويسعد قلب كل واحد يضغط اشتراك ويعمل لي لايك ويكتب لي كومنت حلو. لايك واشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. كل سنة وانتم طيبين يا حبايب قلبي. مع السلامة. اشوفكم فيديو جديد ان شاء الله. انتظروني.